واحد الليل عام 2018، واحد الميريكاني غادي كيسبق في الطريق وتالف. توقف على صحاب الوقت، قال لهم شي بنات تعداو عليهم. مشاو كيلقاو جوج بنات طايحين في الارض وغارقين في الدم. وشكون الدليل اللي خلاهم يلقاو هذا اللي تعدى عليهم؟ وكيفاش هاد قضية قتل اثارت الرأي العام في ميريكان وتحولت المظاهرات ضد العنصرية في كاع البلاد؟ ريلاكس and sit yourself واجي نعاودلك. 22 يوليو 2018، أب وصلتو أبيل ديال بنتو شادها الخلعة وتالفة في الهضرة. الأب ما فهم والو وتخلع عليها سولة فين راك، وجا عندها مكسيري حتى كيتفاجأ بواحد المنظر اللي كيما كيقول أصعب إكسبيريونس دازت في حياته. جوج بناتو، وحدة مضروبة في يديها بمضة ووحدة مجبدة في الأرض غارقة في الدم وميتة. نيا ولطيفة ويلسون، جوج خواتات ميريكانيات من أصول إفريقية، تعرضوا لاعتداء من طرف ميريكاني معنصر. نيا ماتت واختها نجات بأعجوبة، والمشكلة أن القتال اللي ارتكب الجريمة داز محدا السيكوريتي والبوليس وما ردوش البال بحال ما داير والو. مور مسألة هاد القضية، البنت اللي نجات عاودت كل شي وبلي ديطاي ديال داكشي اللي وقع لها. كانوا واحد النهار تلاقاو في الدار ديال الأم ديالهم، وجمعت كاع العائلة، كاع الخواتات وكاع لافامي، وقرروا بجوج انهم يزهاو داك الليله. بغاو يمشيو لواحد النايت كلوب. مشاو للمحطه باش يشدوا الترام. ما كانوا كيساينوا تما في المحطه، خونا اللي تعدى عليهم شافهم وبقى قانع عليهم، خلاهم طلعوا ركبوا في الترام وتبعهم. خونا كان لابس هودي وداير القب وداير نضاضر، يعني ما تعرفوش فين كيشوف. وبان من فيديو ديال الترام باللي خونا كان قانع عليهم. مع وصلوا للمحطة اللي غادي ينزلوا فيها، هبطوا وتبعهم. كانت غدا نية مع نزلات ما كتلقى واحد البروش في الكروشة وآتيراها، مشات كتلعب معاه وكتضحك معاه. تتكا فيها المضة، جات اختها الدور تشوف شنو واقع، هو يضربها حتى هي بالمضة. داك الساعة اختها نسات راسها، بدات كتحاول تشد الجرح ديال نية باش ميسيلش منها الدم، حتى جرها السيكوريتي وقال لها انتي راكي مضروبة. دازت 12 ساعة الجريمة، ولحد الساعة ما كاينش الأثر كاع على خونا اللي قتل نية واللي تعدى على اختها. واخيرا يبان امل باش يلقاو القاتل. عرفوا سميتو وداروا روشيرشي في التلفاز، ولاني ما لقاوش كاع. ميريكان كاملة كتقلب على خونا، وكل شي كيقول بلي السبب الوحيد اللي خلاه يقتل نية ويتعدى على اختها حيت اصولهم افريقيه. والقتال من بعد غيبان بلي هو عنصري متشدد. كلشي بدا كيكتب على نية في السوشيال ميديا، وتطورات المظاهرات ضد العنصريه وضد البوليس، حيت كون كان شي بيض اللي مات كنت تشد خونا اللي طيح البطانه. العنصري اللي قتل نية وزقل اختها بحال تختفى من العالم، حتى وصلت واحد لابيل للبوليس اللي بدلات كلشي. مواطن عيط للبوليس وقال لهم خونا اللي روشيرشي في البلاد كامله راه في البلاصه كدا. شافوا كان راكب في الترام وشافوا خونا تما، وقفوا عليه في المحطه اللي غيهبط فيها، ومعاه هبط تشدوه تحكم عليه. ومن بعد تاكدت العنصريه ديالو، حيت خونا كان كيهين وحده من اداره السجون بألقاب عنصريه مستفزه بزاف حيت هي سمرة. هذه قصة حقيقية ديال قتال قتل بنت حيت هو عنصري ورزاها في حياتها. ولكن قضية نية بدلت العالم كامل وخلت ميريكان كاملة توقف ضد العنصريين.